تعظيمه صلى الله عليه وآله. فإن الله سبحانه يغفر لمن أشرك ويغفر لمن عصاه، ويخضع معصيته للقانون الكلي الذي جاء به القرآن الكريم: إن الحسنات يذهبن السيئات. يخضع لهذا، ولكن سيئة، لكن جرما واحدا لا يخضع لهذا القانون. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ما الذي يحدث؟ معصية ثم نقول إن الحسنات يذهبن السيئات؟ لا، أعظم الحسنات عندك، بل جميع الحسنات تأتي بها وتأتي بهذا العمل، تمحق كل تلك الحسنات التي جئت بها، أن تحبط أعمال لا قيمة لشيء منها. وأولئك بعضهم قاتل أو قتل أباه وأخاه وخاله وعمه وعشيرته، وصام النهار وقام الليل وقرأ القرآن وتهجد وتعبد، ولا قيمة لشيء من ذلك بمجرد أنه جهر لرسول الله صلى الله عليه وآله بالقول كما يجهر لأحد إخوانه. لم يرفع صوته، تكلم بالنبرة العادية، بتعبيرنا تكلم بالنبرة العادية، انتهى كل شيء. ولا يوجد قانون إن الحسنات يذهبن السيئات. هنا يوجد أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا عرف الناس، إذا عرف المسلمون عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله، على الأقل قد يتأثر بعضهم ذاك الذي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. يعني هؤلاء القرآن الكريم تحدث عنهم، التمس وصف القرآن الكريم لهم. إذن